السلام عليكم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن فوائد حقن البلازما للبشرة وللشعر. المرة دي عايزين نتكلم عن الإجراء نفسه بيتم ازاي. ببساطة شديدة احنا بنسحب عينة دم حوالي 10 سنتي من الشخص اللي عايز يحقن، بنحطها في جهاز السنترفيوج أو جهاز الطرد المركزي على سرعات معينة ولمدد معينة بهدف إننا نفصل البلازما عن باقي مكونات الدم. بيخرج لنا في الآخر سائل مائل للون الأصفر اللي هو البلازما، واللي بيعتبر مصدر أساسي للصفائح الدموية وغني بعوامل النمو المختلفة. طيب، هل الإجراء ده له أي أضرار أو له أي آثار جانبية؟ الحقيقة إن هو إجراء آمن بدرجة كبيرة جدا، لكن في بعض الأعراض البسيطة اللي ممكن تحصل، يعني مثلا ألم خفيف بعد الحقن، احمرار بسيط، شعور بالحكة في مكان الحقن، وكلها أعراض بسيطة بنقدر نتغلب عنها ببعض الدهانات واتباع طبعا التعليمات اللي بيقولها لنا الطبيب. مين الناس الممنوعة بقى من الحقن ده؟ أولا، أي شخص عنده عدوى فيروسية أو بكتيرية نشطة في المكان المراد حقنه بيمنع من الحقن، وبيمنع من أي إجراء تجميلي آخر حتى تمام الشفاء. كمان الناس اللي عندها نقص في عدد الصفائح الدموية عن المعدل الطبيعي، أو الناس اللي عندها فقر دم، لازم الحاجات دي تتصلح الأول قبل الحقن. كمان الناس اللي ماشية على مسكنات أو أدوية بتعطل عمل الصفائح الدموية وأدوية السيولة، الحاجات دي لازم تقف قبل الجلسة بوقت كافي. ايه التعليمات اللي يجب اتباعها بعد الجلسة؟ طبعا عدم وضع اي مستحضر كيميائي او تجميلي على المكان المحقون. كمان عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما ننساش تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والحديد علشان ندعم عمل البلازما ونوصل للنتائج المرغوبة. لو ليكم أي مقترحات أو حابين إننا نتكلم في موضوعات معينة اكتبوها لنا في الكومنتات، وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. دمتن جميلات.